السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم راح نوجد معكم بوراك بوصفة رائعة جدا، حشو بزاف بنين، سهل التحضير، يجي محرحر ومفرمج روعة. راح تشوفوا معايا في الفيديو السر اللي يخلي البوراك نتاعنا يجينا من برا مقرمج ومن داخل يجينا روعة. شوفوا معايا اخواتي الحبة تاع البوراك كي نقسموها كيفاش تلقاو الحشو تاعكم من داخل روعة، حتى القشرة تاع البوراك تلقاوها تتقرمش وحديها. ما تنساوش تجملوا الفيديو البنات باش يوصل اكبر عدد من الناس يستفادوا من الوصفة وينضموا لقناتنا. بسم الله، نبدا مباشرة في الحشو. كنت البنات حطيت زوج حبات تاع البطاطا في الماء مع شويه ملح يغلاو يطيبوا لي على جهه. وبالنسبه للحشو الاخر راح ندير زوج حبات تاع بصل يكونوا كبار مقصوصين مربعات كما تشوفوا، نقليهم مليح في شويه زيت، ندبلهم مليح. من بعد راح نزيد لهم نص صدر تاع دجاج يكون مرحي، وتقدروا ديروا غير ربع البنات. انا هذه الكميه راهي كبيره، قسمتها على زوج ودرت بها وصفتين تاع بوراك، يعني كميه هذه راهي كبيره. ديروا حبه تاع بصل تكون كبيره، وديروا معها ربع صدر تاع دجاج مع البطاطا تجيكم زاكيه، تخرج لكم حوالي 12 حبه تاع بوراك. هنايا بعد ما تقلت لي البصل والدجاج كنت حطيت هنايا سنه تاع ثوم نرحيها فوق هذاك الدجاج. نحاول الدجاج هذاك نفتو، يعني نضغط عليه بالمغرف مليح باه يتفتت معايا، ما نخليهش كتل تكون كبيره. بهذه الطريقه نغطيه ونخليه يطيب جيدا باه البصل هذيك تذوب معايا والدجاج الثاني يطيب معايا. نضيف الملح حسب كميه الدجاج والبصل. راح نضيف التوابل اللي هي كركم، شويه تاع توابل الدجاج، شويه فلفل اسود وشويه تاع الكزبره ناشفه. نحرك كل شيء مع بعضه. نخلي درك الدجاج نتاعي يطيب على غرضو، راح نغطيه ونخليه كي نلقاه تعسل معايا، يعني طاب معايا هذاك الدجاج مليح كما راكم تشوفوا. نضيف له مغرف كبيره تاع الفرماج اختياريه، هنايا تقدروا تستغناو عليها، لكن انا نحب دائما الحشو تاع البوراك نضيف للحم تاعي الفرماج، ومن بعد نزيد نضيف له كي نعود نلف الحبات تاع البوراك هكا باش يجي الحشو تاعنا لداخل البنات ماشي ناشف، يجي مشمخ، يجي ما شاء الله، ويعطينا هذاك الفرماج بنا طبعا للحشو. نخلط هنا مباشره، راح نحيه من على النار. البطاطا تاعي بعد ما طابت كما تشوفوا غير بالفرشيطه باك نضغط عليها. عندي مغرف صغيره معمره تاع هريسه واختياريه، تحبوا تضيفوها تحبوا ما تضيفوهاش، لكن ضيفوا الهريسه في هذا البوراك يعطيكم واحد البنه برك تاع الحروريه، ما يجيكمش حار بزاف. نضيف الدجاج، نضيف زيتون اللي كنت بيته في الماء مقصوص صغير، زيت كميه مليحه من الدبشه مقصوصه رقيق، وراح نخلط كل شيء مع بعض. هنايا اللي ما تحطش الفرماج في الدجاج تحطوا في هذا الوقت اخواتي، يعني لما تحط المكونات كامل تزيد معها الفرماج اذا حبت، ولا فرماج ربي اختيار يرجع لكم. انا مادام حطيت مع الدجاج في المقله ما راحش نزيد نحط مع الحشو كامل. نجي نلف البوراك نتاعي. عندي هنايا الورقه تاع الديول نطبقها على ربع كما تشوفوا هكا، لانه البنات هذا يجي شويه رهيف. اذا كانت الورقه تاعكم تاع الديول تاع الدار ديروا على فرد برك، يعني ما تطبقوها ما والو، هذا على خاطر ما نخاف البطاطا هذيك تخرج لي من الحشو، يعني كي نعود من بعد نقليه في الزيت ترموا الورقه يعني رهيفه تقدر تتقطع معكم يخرج معكم الحشو. هكا نضمن بلي الحشو تاعي ما يخرجش. نحط كميه من الفرماج، قلت لكم البنات انا نحب البوراك اللي فيه الفرماج، يعني نحبوه مفرمج ما نحبوش ناشف. اللي تحب تحط الفرماج تحط، اللي ما تحبش ما تحطش، عادي تكتفي غير بالحشو. ونغلق عليها بهذه الطريقه. تحبوا هنا ديروا شويه تاع فرينه مع الماء وتلصقوا الاطراف تاع الوراقي تاعكم تاع البوراك، ولا تخليوها هكا لا عادي. بعد نعرفوا بك كيفاش نحطوها في المقله ما راح تفتح معكم ما والو. نعاود واحده خلفت معكم. هنا نحط كميه من الحشو بهذه الطريقه، وهنا الكميه تاع الحشو ترجع لكم على حسب الرغبه. كاين اللي يحبوه يجي رقيق ما فيهش الحشو بزاف، كاين اللي يحبوه يجي معمر بالحشو، اختيار يرجع لكم. بهذه الطريقه نحط الفرماج وراح نغلق، نحاول نغلق مليح، نحكم بيدي مليح الورقه باه ما تتفتحليش، ونعاود نلفها بهذا الشكل. بعد ما نكملهم كامل نروحوا نقليوهم في الزيت طبعا ما نحطش كميه كبيره تاع زيت في المقله نحطها على نار متوسطه. كي يسخن معايا الزيت مش يغلي يا البنات، يسخن معايا الزيت تبدا نحط الحبات تاعي تاع البوراك. وهذا هو السر كامل في البوراك تاعكم. كاين بزاف يقولوا لك كي نقليو البوراك ما يطولش معنا ويرطب وتاني يجي معمر بالزيت، فعلى خاطر ما كي تحطوه في كميه كبيره تاع الزيت ولا النار تكون عاليه بزاف هذاك البوراك كي يطيب معكم تمتم يجي اخواتي
يقرمش في الدقيقه الاولى، ومن بعد خلاص يولي يرطب معاكم. نقعد نقلب فيه بهذه الطريقه، نار متوسطه كما تشوفوا حتى يحمر معايا ونحيه بهذا الشكل. يعني دائما كي نعودوا نقليو في البوراك نقعدوا واقفين عليه اخواتي، نقلبوا حتى ياخذ لنا اللون الذهبي هذاك الشباب، ونحيوه بهذه الطريقه. كاين اللي يحبوه يطيب بزاف يجي احمر بزاف، وكاين اللي يحبوه ذهبي، اختيار يرجع لكم. كي نحيوه نحطوه فوق ورق مصاص باش يشرب لنا كامل هذيك الزيت، ولا تحبوا توقفوه في كسكاس هكا يقطر لكم كامل الزيت اللي فيه الداخل، وتقدموه طبعا اذا حبيتيو مع القارص، مع شويه تاع دبشه ولا بعد نوس مزينه من فوق، مع الشوربه. واش نقول لكم، من اروع ما يكون. شوفوا لي البنات درك لكن نقسم معكم الحبه تاع البوراك، الحشو تاعنا كيفاش يجي من داخل. شوفوا اخواتي، يجيكم واحد البوراك بنين وحار مفرمج، روعه. ننصحكم تجربوه وتحفظوا الوصفه الرمضان، ان شاء الله رايحين تحتاجوها. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. انا نتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.